أنه يجري حاليا التحقيق مع ما يقرب من 50 مشتبه فيه في سيناء منذ أن بدأ الجيش حملته لتجفيف البؤر الإجرامية فيها بعد ظهور الميليشيات المسلحة قبل أسبوعين وهجومهم على قسم العريش وقتلهم لضابطين و3 مدنيين. وأوضح المصدر رفيع المستوى أن شمال سيناء تحت سيطرة القوات المسلحة بشكل تام، وكشف على أن هناك أكثر من 1000 جندي بينتشروا في المنطقة، علاوة على عشرات المدرعات وكتائب من الصاعقة لتأمين مداخل ومخارج سيناء ومداهمة البؤر والكهوف الصحراوية التي يتخذها الخارجون عن القانون أوكارا لهم. وأوضح أنه سوف يتم الاستعانة بطائرات حربية لتمشيط المنطقة من الجو ورصد أي تحرك غير طبيعي ونعمل أداء. ده اللي احنا عايزينه في هذه اللحظات وفي هذا التوقيت الحساس من حياة ومصير ومستقبل هذه الأمة.